السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، سنشرح في هذا الدرس إلى كيفية التقاط الجزائر الأرضية على نايل سات، وبطريقة سهلة جدا. سهلة. كما تلاحظون القنوات على نايل سات شغالة الآن. سنمر إلى الجزائر الأرضية. ها هي بروغرام ناسيونال. نلاحظ أن الإشارة لا توجد، لكن سنقوم بتشغيلها بإذن الله وبطريقة سهلة وذكية جدا. تابعوا الشرح. أولا ما علينا هو تحريك الصحن، ليس تحريك وإنما إذن الصحن موجه نحو النايل سات. انظروا إنه موجه الآن نحو النايل سات. ما عليكم القيام به هو التوفر على عصا من حديد أو من خشب، وتحريك الصحن ببطء إلى اليسار. انظروا كما ترون أحبابي في الله، هذه هي الطريقة فقط لالتقاط الجزائر الأرضية. ما عليكم إلا تحريك الصحن ببطء نحو اليسار. انظروا كيف هذه الطريقة سهلة جدا للغاية. الآن سنذهب لنرى الجزائر الأرضية. تركيب العصا وعند إزالتها يعود الصحن بنفسه إلى النايل سات دون تحريك أو محرك. هذه هي الطريقة أحبابي في الله، تحريك بسيط جدا للصحن. كما تروا أحبابي في الله، لقد اشتغلت الجزائر الأرضية. هذا هو التردد، يعني طريقة سهلة جدا للغاية وذكية أيضا. هذا هو التردد، يعني الإشارة 70. هي طريقة سهلة جدا للغاية، يعني عند التقاط التردد يطلب منك كود. هذا هو الكود. من يبحث عن إدخال كود لجهاز استقبالي يبحث في يوتيوب. هناك شروحات كثيرة، يعني يدخل اسم جهاز استقبالي وكيفية إدخال الكود البيس. وفي الأخير أتمنى أن تشترك في قناتي أيوب ويندرز، ولا تبخلوا علينا بالرد إن نجحت هذه الطريقة. الاشتراك في القناة. ودعكم الله التي لا تضيع ودائع. والسلام عليكم.